اهلا بيكم وفيديو جديد من اهلاوي. اليوم اخبارنا كتيره ومتنوعه وهنتكلم فيها عن كل حاجه ان شاء الله. بدايه من الدوري المصري، اخبار محمد صلاح، ايه اللي حصل مع نادي الزمالك ومرتضى منصور. خلينا نبدا بالزمالك ولقائه مع غزل المحله بتعمق جروح نادي الزمالك ومشاكله وانهياره بعد هزيمته من الاهلي 3-0. بيعيد المحله تاني اعماق وجراح نادي الزمالك ومشاكله، بيدخله في دوامه جديده وهزيمه من المحله 2-1 في المحله. من الواضح ان الزمالك في حاله ارتباك تام، حاله ارتباك تام، وسبب هذا الارتباك هو حاجات كتيرة جدا. بداية من لما قلنا ان الزمالك فاز في الدوري اللي فات واللي قبليه بالحكام وبالاحتواء، برضو بعض اللاعبين اللي مشيت اللي كانت ليها اثر كبير جدا مع نادي الزمالك زي بن شرقي وساسي. كل دي حاجات تراكمات برضو ادت الى انهيار نادي الزمالك. برضو ما ننكرش دور مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك في حالة هذا الانهيار اللي موجود في داخل نادي الزمالك. مسلسل الانهيار مستمر في نادي الزمالك زي ما قلت لك، من اسبابه الاساسيه هو وجود مرتضى منصور في رئاسه نادي الزمالك. عايز اقول لك ان مرتضى منصور برضو من اخباره الوحشه المعتاده. طبعا هو مستمر في هجومه، طبعا شمال ويمين وهو مش عارف بيعمل ايه، لانه طبعا راجل مش رياضي وملوش دعوه بالكوره. خلينا نقول مشاكله ان هو اخر مشاكله طبعا اقال فيريرا ليه مبالغ ماليه هو وجهازه المعاون كبيره جدا جدا جدا. طبعا اقال فيريرا وليه شرط جزائي طبعا. برضو عندنا مشاكله مع رئيس لجنه الحكام اللي هو الانجليزي. برضو الراجل هرب وساب لجنة الحكام، وطبعا قدم شكاوى في السفارة الإنجليزية الموجودة في القاهرة، ورفع قضية على مرتضى منصور لأنه قال إن هو بيهدده هو وقناة نادي الزمالك. لو قعدت أعدي لك مشاكل مرتضى منصور في مصر وفي الرياضة المصرية، هقول لك ان مرتضى منصور هو دخيل للرياضة المصرية وسبب مشاكلها وسبب الاحتقان اللي موجود والفتنة اللي موجودة داخل الرياضة المصرية. مش عايز استمر كتير في الموضوع ده لان كلكم مليتوا منه فعلا وزهقتوا من حاجة اسمها مرتضى منصور. حتى الزملكاوية نفسهم زهقوا من مرتضى منصور وتصرفاته. النادي الاهلي واصل تألقه مع مدربه كولر السويسري وفاز على البنك الاهلي 1-0 وبهدف طبعا محمد شريف المخيف. وتربع الاهلي على القمه بفارق طبعا 11 نقطه عن نادي الزمالك اللي هو في المركز الخامس، في فرق 11 نقطه. المنافس دلوقتي اللي في المركز الثاني هو فيوتشر اللي هيقابل الزمالك يوم 29 الشهر الحالي، برضه في مباراه قويه جدا. الاثنين تكسير عظام مع بعضهم. ليه يعني عايز اقول لك للمراكز مين هينافس فيهم ان هو يلعب مع الاهلي السنه اللي جايه ان شاء الله في افريقيا، لان افريقيا بتاخد الاول والثاني من الدوري المصري، فهي مباراه تكسير عظام ما بين فيوتشر والزمالك. النادي الاهلي طبعا انهى مبارياته الدوري عشان الاهلي خلاص هيسافر يوم 28 للمغرب عشان يشارك في كاس العالم للانديه. والنادي الاهلي مشرف مصر ومشرف جماهيرها. النادي الاهلي منظومه، بصرف النظر ان انا اهلاوي، النادي الاهلي منظومه فعلا، منظومه كرويه ومؤسسه كرويه رياضيه بيقودها الكابتن الاسطوره محمود الخطيب. محمود الخطيب اللي هو علامه بارزه في الرياضه المصريه. شئت او ابيت يا مرتضى منصور انت وبعض من جماهير نادي الزمالك، بقول بعض جماهير نادي الزمالك، ان دوت الاسطوره راجل رياضي بيفهم في الكوره، اسطوره الكوره، لازم هو ده نتيجه الاداره بتاعته في النهايه. فعايز اقول ان النادي الاهلي قلت لك هيسافر يوم 28 ان شاء الله الى المغرب للمشاركه في كاس العالم الانديه كممثل لمصر في وممثل لافريقيا للمره الثامنه في تاريخه. هو ده الاهلي يا ساده، هو ده الاهلي اللي بيشرف جماهيره وبيفرح جماهيره، وفي كل مكان هو موجود هو نادي عالمي على ارض مصريه او في افريقيا. مش عايز يعني اغفل بقى كلامنا او انسى كلامي عن محمد صلاح وما يدور حول محمد صلاح في الفترة الأخيرة. محمد صلاح دلوقتي يا سادة يعني بيمر بظروف صعبة جدا على المستوى الفني ومستوى النتائج مع نادي ليفربول الإنجليزي وفي الدوري الإنجليزي. ونادي ليفربول طبعا بالتالي هو كمان بيمر فترة صعبة جدا وفي المركز الثامن بعيد تماما عن المنافسة في الدوري الإنجليزي.
اقصى طموحات نادي ليفربول او محمد صلاح هو المنافسه على التوب فور، ان هم يشاركوا في دوري ابطال اوروبا في السنه اللي جايه. لازم يكون من التوب فور، طبعا هم دلوقتي في المركز الثامن وبينافسوا ان هم يوصلوا للمركز الرابع في بطوله الدوري الانجليزي. طبعا كلام كتير قوي اتقال على محمد صلاح في الفتره الاخيره. محمد صلاح دلوقتي عندنا ناصر الخليفي رئيس نادي باريس سان جيرمان مهتم بمحمد صلاح بقاله اكتر من سنه، ممكن سنتين او ثلاثه مهتم بمحمد صلاح. محمد صلاح قريب جدا 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 للرحيل عن نادي ليفربول في الصيف المقبل. وهقول لك قلت لك السبب الاولاني ان محمد صلاح من الجايز وبدرجه كبيره جدا ما يلعبش في دوري ابطال اوروبا، ومحمد صلاح كنجم من احسن 5 نجوم كوره في العالم صعب جدا ان هو ما يلعبش في دوري ابطال اوروبا الموسم الجاي، لان ده بيقلل منه ومن نجوميته وحتى من السعر التسويقي بتاعه في في يعني اسعار اللعيبه العالميين. فبالتالي محمد صلاح يعني هيفكر بكل قوه وبجديه ان هو ينتقل الى نادي باريس سان جيرمان خلال الصيف اللي جاي ان شاء الله. طبعا الاخبار ديت مؤكده واعلنتها الصحف الانجليزيه، ويمكن الصحف الانجليزيه الصحف الايطاليه على وجه التحديد برضو اتكلمت فيها ان محمد صلاح قريب من نادي باريس سان جيرمان. ولذلك نادي ليفربول حط سعر لمحمد صلاح ما بين 70 و 80 مليون يورو. معنى ان هم بيحطوا يعني سعر لمحمد صلاح، اذا فتحوا باب ان محمد صلاح ينتقل، وابتدوا يجهزوا ويدوروا على لاعب يكون بديل لمحمد صلاح في الفتره اللي جايه. محمد صلاح زي ما قلت لكم في بدايه كلامي انه بيمر بمرحله صعبه جدا 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 في اوروبا وعلى مستوى ناديه في دوري ابطال في الدوري الانجليزي. وهنشوف طبعا عنده مباراه قويه جدا مع ريال مدريد في شهر 2 اللي جاي، الشهر اللي جاي على طول في عفوا في دوري ابطال اوروبا. مباراه قويه جدا لصلاح ورفاقه في نادي ليفربول. الموضوع بقى صعب جدا على صلاح. وانا بقول يعني من وجهه نظري التي لا قيمه لها على راي كابتننا مدحت شلبي ان محمد صلاح لابد من الانتقال الى باريس سان جيرمان. يعني اعتقد انه فريق اجهز للمنافسه على دوري ابطال اوروبا. الدوري الفرنسي اسهل طبعا من الدوري الانجليزي، انتوا عارفين ان الدوري الانجليزي هو من اقوى الدوريات اللي موجوده في العالم، ولكن محمد صلاح 31 سنه يعني السن بيكبر. فبالتالي محمد صلاح داخل الدوري الانجليزي اعتقد لن يقدم اكثر مما قدمه في السنوات السابقه في الدوري الانجليزي نظرا لقوه الدوري الانجليزي. ولكن في هذا السن اعتقد ان نادي باريس سان جيرمان والدوري الفرنسي على وجه التحديد هو يعني محمد صلاح يستطيع ان هو يبدع ويتألق في ظل مستوى الدوري الانجليزي. يعني هيلعب على قد سنه وفي نفس الوقت على قد مستوى الدوري الانجليزي. فهي فوائد بصراحه من كل ناحيه، ودي سنه الحياه. يعني محمد صلاح لن يظل نجما الى الابد، هي كره قدم ودي سنه الحياه. شفنا كريستيانو رونالدو اخر المطاف بيه انه بيلعب في نادي النصر، بيلعب في الدوري السعودي، واحنا ما بنقللش من الدوري السعودي، بس لا يمكن كنت تقول على كريستيانو انه يلعب في الدوري السعودي من 5 سنين مثلا، ما تقدرش تقول كده عشان بس دي سنه الحياه. فنجم كبير من احسن لعيب في العالم واخدها 5 مرات احسن لاعب في العالم. فبس هي دي نهايه المطاف، وهي دي كره القدم، وهي دي سنه الحياه وسنه الرياضه يعني. فبالتالي انا بقول لك ان محمد صلاح ان هو اتجاهه للدوري الفرنسي هيكون احسن ليه في ظل المستوى اللي وصل له محمد صلاح وفي ظل السن اللي فيه محمد صلاح. فليها فوائد كتيره جدا ماديا ودوري ابطال اوروبا وحاجات كتيره جدا انا قلتها لكم دلوقتي. نتمنى كل الخير لمحمد صلاح. يعني دي كانت يعني نبذة عن اللي بيحصل سواء في الدوري المصري، الاهلي، الزمالك، مرتضى منصور، محمد صلاح. طبعا عايز اقول نادي الارسنال دلوقتي قريب جدا، هو يعني من اقوى الفرق اللي بتلعب كوره على مستوى فعلا الدوري الانجليزي، وهو الاقرب فعلا للفوز وبينافس بكل قوه ان هو يفوز بالدوري الانجليزي طبعا. وما انكرش حق نادي مانشستر سيتي هو المنافس القوي وهو الاقرب. يعني هم الفرقتين دول هم اللي بينافسوا هذا الموسم على الدوري الانجليزي، وطبعا هم فرقتين يستاهلوا. طبعا زي ما قلت ليفربول بعيد كل البعد. طبعا ده كان نهايه الفيديو بتاعي، ودي كانت اخباري اليوم واللي حبيت اتكلم فيها. ان شاء الله انتظروني في فيديو جديد واخبار جديده مع اهلاوي هاني فاروق. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمه الله.